القصة بدأت من مكان بسيط، شارع عادي في منطقة المرج، وبيت زيه زي بيوت كتير جدا. شاب شغال وبيسعى قرر يبدأ حياته ويتجوز. الجواز كان تقليدي من غير ضجة ولا قصص غريبة، مجرد اتنين بيحاولوا يبنوا حياة مع بعض. مر على الجواز شهور قليلة، والناس اللي حواليهم كانوا شايفين إنهم لسه في مرحلة التعود زي أي زوجين في الأول. بحسب اللي اتقال في التحقيقات، الحياة بينهم ما كانتش مثالية، لكن كمان ما كانش فيها حاجة خارجة عن المألوف. خلافات بسيطة، ضغط معيشة، مسؤوليات جديدة، وكل ده بيحصل في بيوت كتير. مفيش بلاغات سابقة، ومفيش حكايات عنف موثقة قبل اليوم اللي كل حاجة فيه اتغيرت. في يوم الواقعة الزوج رجع البيت والجو كان متوتر. حصل نقاش بينه وبين زوجته، نقاش بدأ عادي عن أمور بيتية يومية جدا، لكن مع الوقت الصوت عالي والتوتر زاد، واللحظة خرجت عن السيطرة. التحقيقات بتقول إن اللي حصل كان في وقت قصير جدا، دقايق معدودة، لكن تأثيرها كان كبير. في اللحظة دي حصلت الإصابة، إصابة واحدة لكنها كانت خطيرة. بعدها مباشرة ساد ارتكاب شديد. الزوجة بحسب الروايات ما استوعبتش اللي حصل في ساعتها، وحاولت تفسر الموقف على إنه حالة إعياء مفاجئة. تم الاستعانة بأهل الزوج واتنقل بسرعة في محاولة لإنقاذه، لكن الإصابة كانت بالغة ولم يتمكن الأطباء من إنقاذه. الخبر وقع كالصاعقة. شاب لسه في بداية حياته ولسه فرحته بالجواز ما كملتش، فقد حياته فجأة. ومع وصول الشرطة وبدء الإجراءات اتضح إن الوفاة مش طبيعية، وإن في إصابة واضحة. من هنا بدأت القصة تاخد طريق تاني تماماً. النيابة بدأت التحقيق، وتم الاستماع لأقوال الزوجة وأقوال أهل الزوج والجيران. الزوجة قالت إن اللي حصل ما كانش مقصود، وإنه نتيجة لحظة غضب ونقاش خرج عن السيطرة. الطب الشرعي أكد إن سبب الوفاة مرتبط مباشرة بالإصابة، وإنها كانت إصابة مؤثرة في مكان حساس. أسرة الزوج كان ليها رواية مختلفة، قالوا إن ابنهم كان هادئ، وإن الخلافات لو موجودة ما كانتش توصل للنهاية دي. ما بين الروايتين بقت القضية في إيد القضاء، وهو الجهة الوحيدة اللي هتحدد التوصيف النهائي والمسؤولية. القضية خرجت من حدود البيت وبقت قضية رأي عام. ناس كتير اتكلمت عنها، وكل واحد شافها من زاويته. في ناس شافت إنها مأساة سببها الغضب، وناس شافت إنها جريمة كاملة، وناس وقفت حائرة قدام فكرة إن بيت هادي ممكن يتحول في لحظة لمشهد مأساوي. اللي حصل في المرج ما كانش مجرد خبر، لكنه قصة عن لحظة غير محسوبة، عن ضغط، عن سوء إدارة للخلاف، وعن تمن ممكن يكون أكبر بكتير من أي حد متخيله. شاب خسر حياته، وأسرة فقدت ابنها، وزوجة بقت قدام مصير قانوني صعب، وحياة كاملة اتغيرت في ثواني. القضية لسه قدام القضاء، والحكم النهائي هو الفيصل، لكن الحكاية نفسها بقت درس قاسي، درس عن إن الخلافات مهما كانت بسيطة لو خرجت عن السيطرة ممكن تفتح باب مفيش رجوع بعده. وعلشان كده قضية عريس المرج فضلت في ذاكرة الناس، مش لأنها أغرب قصة، لكن لأنها أقربهم للواقع.